السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا جبت لكم طريقه اللي هي زوينه وجد مبسطه، واي واحد يقدر يديرها باش كتنبتوا العدس في المنزل ديالكم، يعني بلا ما كتطلبوا شي حد اخر يديروا لكم ولا تشريوه منبت. من الاحسن تنبتوه عندكم في المنزل ديالكم. العدس المنبت راه مفيد بزاف للصحة. نقدروا نستعملوه مع السلطة ورقية ولا مع الخيار، ولا نقدروا نضيفوه مع الحريرة عادي كيما نطيبوا بالعدس عادي. نقدروا نيبسوه ونطحنوه، ماشي نجفوه يعني نيبسوه تحت النار قوية، فقط نجفوه بداك الماء ونطحنوه. اول حاجه كنديروها كنشدو العدس ديالنا كنقيوه مزيان كما كتعرفوا جميع ان العدس كيكون فيه الحجر. نحيدو منه الوسخ ونحيدو الحجر ونحيدو كلشي ونغسلوه مليح. ملي نغسلوه كنرقدوه الليله كامله. من بعد ما نرقدوه ليله كامله كنصفيوه في الصفايه، كنديروه في واحد الشبكه كنصفيوه ونخليوه حتى يصفى مزيان ونتاكدوا بلا ما فيهش نهائيا الوسخ. وكما كتشوفوا معايا هنايا جبت واحد الصينيه، تقدروا تجيبوا صينيه ولا بلاطو ولا صينيه ديال الفران ولا اي حاجه تقدروا تجيبوها وديروا عليها واحد التوب اللي هو نقي. تقدروا تجيبوا جوج تواب ولا توب واحد، انا هنا جبت توب واحد. واحد تفرشوه واحد تغطاوه به. وهنا غادي توزعوا داك العدس ديالنا من بعد ما رطب مزيان الليله كامله هو كيرطب. غادي نفرشوه هنا في هذا الصني هذا من فوق من التوب. درت الصني هو الاول ودرت فوق منه الثوب وفرشت فوق منه العدس كما كتشوفوا معايا. الطريقه راها جد سهله ومبسطه والفيديو كيشرح نفسه. بعد ما وزعنا مزيان هذاك العدس في ديك الصينيه، غادي نرجعوا عليه داك الثوب النص الاخر. كما قلت لكم تقدروا ديروا جوج تواب ولا توب واحد، انا درت هنا توب واحد كبير. واحد النص فرشت فيه، واحد النص غطيت عليه. وغادي نديروا عليه الماء مزيان، غادي نفوه كله بالماء. كما كتشوفوا معايا هنايا المهم خصني نوصل الماء لجميع المناطق اللي فيهم العدس. هنايا الكاميرا كتحرك حيت كنستعمل غير يد وحده، واحد اليد كنصور بها واحد اليد كنرش بها. داكشي علاش الفيديو كيتهزز وكيتحرك بزاف. المهم تبعوا الطريقه راه غادي يصدق لكم 100% هذا العدس. المهم كما كتشوفوا معايا هذا النهار الرابع، ولكن راه يوميا كنت كنسقيه. داك الثوب فوق ما كينشف هذاك الثوب انا كنسقيه، هو كينشف وانا كنسقيه. وكما كتشوفوا هنايا راه بدا يخرج النباته، بدا كينبت ومازال غادي عاد يزيد يتنبت. وهنا غادي نعاود نفس الطريقه اللي كنديرها يوميا. كنولي نسقي هذاك الثوب، كنسقيه بالماء على هذا الشكل هذا. المهم كنسقي جميع البلايص اللي راه فيهم العدس غادي نسقيهم. يوميا كندير هاد العمليه هادي فوق ما ينشف الثوب. كنولي نسقي هذاك العدس، كنسقي الثوب وكيتسقى حتى العدس. وهنا اليوم الخامس، خرج الوريقات على هاد الشكل هذا. هذا اليوم الخامس هذا، ومازال عاد غادي يدير النباتة اكثر من هكا. ونوليو نفس العمليه ديالنا اللي غادي نسقيوه بالماء حتى كنحصلوا على التنبات اللي راحنا باغيين.
وكما كتشوفوا معايا نكرروا العمليه يوميا كنسقيو داك العدس، داك الثوب، كنسقيو الثوب ومن بعديه كيهود الماء لهداك العدس. الشكل ديالو في اليوم السادس على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كل يوم كيزيدوا الوريقات كيكبروا، كل يوم النباتة كتزيد تكبر كل يوم. ها كما كتشوفوا العدس ديالنا راه كيتنبت مزيان، يعني كتمشيو بهذه الطريقه باش ينجح معكم العدس ديالكم. كما كتشوفوا معايا حصلت على العدس اللي راني باغيه، العدس المنبت. تقدروا ديروا هذه الطريقه لجميع الحبوب والقطاني واي زريعه، اي حاجه بغيتوها تقدروا ديروا لهذه الطريقه باش غادي تنبتوها. سواء القمح ولا العدس ولا اللوبيا ولا اي حاجه تقدروا ديروا لهم نفس الطريقه. وكما كتعرفوا على ان الحبوب المنبته راها كونسونطري، يعني راها مركزه. هي جميع القطاني والحبوب راها مفيده للصحه، ولكن ملي كتنبت راها كتكون مفيده اكثر واكثر. اللي بغى يدير هذه الطريقه يتبع الطريقه اللي كاينه في الفيديو راها جد مبسطه وراها سهله بزاف، غير تبعوها وراه غادي يخرج لكم على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه هذا العدس دار الجذور من الفوق ومن التحت، يعني دار الجذور قويين. وإلا فاتت هاد المده هادي راه اكثر من سيمانه راه يقدر يغمل ويدير الريحه وصافي رماوه. المهم السيمانه، المهم الماكسيموم 10 ايام، ما تفوتوش 10 ايام. تبقاو تسقوه بالماء يوميا خصو يتسقى بالماء حتى كيدير هاد الجذور هادو. وراه مزيان بزاف لفقر الدم الصراحه، غير تبعوه وما غاديش تندموا. تقدروا تستعملوه كما قلت لكم مع سلطات، يعني تقدروا تاكلوه هكا راه ما عنده حتى شي ضرر. تقدروا هكا تهزوه وتاكلوه، يعني راه ماشي مضر ولا شي حاجه. تاكلوه باي طريقه بغيتو. كدا وصلنا الى نهايه الفيديو. لايك واشتراك للقناه، بارطاج الفيديو باش تعمل فائده، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.